اللقاء يجمع بين الترجي صاحب الصدارة ب10 نقاط بعد مرور 3 جولات في مرحلة السوبر بلاي اوف، ثم النجم الساحلي صاحب المركز الثالث ب3 نقاط. نذكر ماتش الذهاب في الجولة الافتتاحية اللي تلعب في القاعة الأولمبية بسوسة، والانتصار بسهولة لترجي العاصمة ب3 أشواط نظيفة. والعد التنازلي لنهاية هذه البطولة ترجي نذكر يبحث على الانتصار في هذا اللقاء من أجل الاقتراب أكثر فأكثر من لقب البطولة الوطنية للمرة السادسة بصفة متتالية بالنسبة للفريق، باعتباره أن الترجي سيطر على لقب البطولة الوطنية لكرة الطائرة منذ عام 2018 بانتظار ضربة بداية مباراة العودة لنا في قاعة المرحوم محمد الزواوي. أزيج جماهير الترجي تملأ أرجاء هذه القاعة طبعا وتصل إلى اللاعبين. ديما مهم جدا حضور الجماهير في كل الرياضات، طبعا الحضور الجماهيري هو الفاكهة متاع الرياضة مهما كانت الرياضة، كرة قدم أو كرة سلة أو الهاند أو حتى الفولي، طبعا ديما يزين اللعبة ويخلي المباراة أكثر حماس. بداية اللقاء كرة لفريق النجم الساحلي في ضربة من اسماعيل معلا، ترجع الكرة من جديد اسماعيل يحاول يجرب من جديد وترجع الكرة فريق الترجي في العديد أمان الله لميسي حمزة نقا، تعود ساحلية في العديد الكرة ثم ومحاولة رفع الكرة، تعود فريق الترجي متفتن حمزة نقا والكرة فريق النجم الساحلي بيد الأجمع والكرة ترجي نقطة أولى لفريق الترجي التونسي في الشوط الأول. نقطة لصفر لفريق الترجي. أحمد القاضي يمشي تنفيذ الإرسال، قلت لاعب يعرف مليح أجواء فريق النجم الساحلي بما أنه تقمص ألوان فريق ليتوال. إرسال صعب ومباشر من أحمد القاضي، الارتباك منذ البداية من لاعبي فريق النجم الساحلي. طبعا مجموعة من لاعبين شبان تشكيلة المدرب نور الدين حفيظ، 22 مقابل 17. حمزة نقا اكيد باش يصعب الارسال بسلاح القوة، ترجع من هيكل الجربي في العديد وضعية صعيبة ونقطة ترجية. الارسال الصعب من حمزة نقا يعقد الوضعية يصعب المسؤولية والكرة تعود نقطة ترجية. 23-17 الترجي 6 نقاط يفصلوا على حسم الشوط الاول السيت لولا. من جديد حمزة نقا هذه المرة ارسال قصير هيكل الجربي في العديد اسماعيل معلا وضعية صعيبة ونقطة لفريق النجم، رغم اللي الوضعية صعيبة عداها اللاعب اسماعيل معلا بالسليم طبعا، ونقطة لفريق النجم. 29-18 اسماعيل معلا في تنفيذ الارسال، بسلاح القوة تعود من بن عثمان، كرة من جديد حمزة نقا وعلى الخط قوية جدا لا تصد لا ترد، ونقطة للترجي. 24-18 حمد علي بن عثمان يلعب الارسال، ترجع من اسماعيل معلا هيكل الجربي في العديد وقوية تعود من جديد هيكل الجربي يحاول يصلحها، ترجع ترجية كرة من جديد صدام لميسي والكرة لبرا، حمزة نقا يضرب والكرة تعود اوت. نقطة للترجي. الشوط الأول يحسموا 25 مقابل 18. حاول نلخص في الشوط الأول طبعا للترجي 25-18. الإرسال القوي والساحق من حمزة نقا وكذلك من اللاعب أحمد القاضي، أيضا الضربات الساحقة من اللاعب محمد علي بن عثمان هي خليت أحدثوا الفارق، صنعوا الفارق الديفيرنسا للترجي التونسي امام ابناء المدرب نور الدين حفيظ في الشوط الاول. الجماهير تتغنى بفريق الترجي في هذا اللقاء، الجماهير تتباهى بالاحمر والاصفر في مباراة يبحث فيها الترجي طبعا عن اقتناص النقاط الثلاث هذا اللقاء والاقتراب اكثر فاكثر نحو التتويج، نحو المحافظة على تاج البطولة الوطنية لكرة الطائرة في خزائن الاحمر والاصفر للعام السادس على التوالي، باعتبار انه الترجي هو المسيطر على لقب البطولة الوطنية في الخمس الاعوام الاخيرة من 2018 الى 2022. البطولة دائما عنوان واحد
هي باب السويقة. أحمد القاضي يلعب الارسال لفريق الترجي. تعود كرة لليتوال. اسماعيل معلة صعبة وقوية. نقطة للنجم الساحلي. متميز احسن لاعب في تشكيلة ليتوال طبعا من غير منازع اسماعيل معلة. ينحكي على الترجي البقية الحقيقة كل اللاعبين تألقوا امتعوا ابدعوا واقنعوا لاعبي الترجي التونسي. بالنسبة للنجم الامتياز كل الامتياز لاسماعيل معلة من مركز 4. لاعب نجح وناجح في اغلب الكرات والوضعيات. 23-14 ترجع كرة عن طريق اللاعب ارسال لفريق النجم الساحلي. ترجع ترجية والضربة والنقطة عن طريق اللاعب السيم المباركي من وسط الشبكة. السيم المباركي نقطة رقم 24 مش حاب يحسمها في الشوط الثاني في هذا الارسال. حمزة يلعب ارسال قوي. ترجع كرة فريق النجم الساحلي اسماعيل معلة ويضرب بذكاء. نقطة لفريق النجم من اسماعيل معلة. 24 مقابل 15. اسماعيل معلة في تنفيذ الارسال لفريق النجم. لعب الارسال. ترجع كرة عن طريق اللاعب طيب كربستي ثم خالد بن سيمان. حمزة نقى ضربة والكرة برا. كرة اوت. نقطة رقم 16. 24-16 اسماعيل معلة. كرة ترجع للترجي. خالد بن سيمان وبن عثمان. ممتازة من محمد علي بن عثمان. النقطة رقم 25 يحسمها يفصلها ينهيها الترجي في الست الثانية. 25 مقابل 16. زوز أشواط مقابل 0. نظيفة دائما على البياض. دائما بالبياض. الترجي يضرب بالست الثانية. 25-18 في الشوط الأول. 25-16 في الشوط الثاني. دائما نفس الاخطاء تكرروا لفريق النجم الساحلي في الست الثانيه. اضافه للشيء هذايا ممكن المشكل اللي صار في الست الثانيه اللي خلى اللاعب يتوقف والنرفزه اللي صارت بين لاعبي بعض لاعبي فريق النجم وكذلك بعض لاعبي فريق الترجي مش الكل باش ما نعمموش خلت ممكن فريق النجم الساحلي زيد يضيع التركيز نتاعو. والترجي حافظ على هدوء الاعصاب مع مكامن القوه مع نقاط القوه الاخرى اللي هي محمد علي بن عثمان. ايضا اللاعب احمد القاضي في وسط الشبكه. خالد بن سيمان في العداد. وخاصه قلت محمد علي بن عثمان مركز 4 وحمزه نقا مركز 2 كيف ايضا امان الله لميسي مركز 4. نقاط قوه فريق الترجي تمكن الاحمر والاصفر من انهاء الست الثانيه مصلحته. 25-16 العديد من الحوارات التكتيكيه والفنيه من جانب مدربي الفريقين طبعا ترافيشكا وهشام الكعبي من جهه ونور الدين حفايظ ومحمد بن سليمان في الطرف المقابل. شوط ثالث يرتقي الى مستوى التطلعات والانتظارات. 26-20 بشير فراح. ترجع كره ترجيه وسريعه مره اخرى. كره فريق النجم الساحلي الاقرب النقطه 25 والكره داخل. كره الداخل من اللاعب رقم 9 حمزه حفايظ. 24-20 عاد من بعيد فريق النجم الساحلي في الشوط الثالث بعد ما خسر زوز اشواط. 25-18 25-16 لم يرمي المنديل فريق النجم الساحلي ومصر على كسب الشوط الثالث وبالتالي الابقاء على حظوظه في هذه المباراة. الترجي لم يتعامل بالشكل المثالي بالشكل الافضل مع الشوط الثالث. انه الترجي طيح شويه في الريتم في النسق خلى النجم مع تحسن اداء فريق نجم الساحلي بطريقه ملحوظه
بصفه تدريجيه خلى النجم هو الاحسن في الشوط الثالث. 24-21 امان اللعلميسي. 24-21 وكرة من خالد بن سيمان في تنفيذ الارسال. ملعب الارسال اسماعيل معلة ثم الجربي وممتازة وممتاز جدا احمد القاضي من وسط الشبكة جدار السد بمفرده متميز. احمد القاضي 24-22 التشويق متواصل. الغموض يكتنف الشوط الثالث. كورة ونقطة 25 من اللاعب وجه البارودي يحسمها. 25-22 لفريق نجم الساحل. حمزة حفيظ ترجع من امان اللعلميسي. بن سيمان ضربة قوية صعبة مستحيلة. نقطة للترجي. نقطة أمنها محمد علي بن عثمان بعد إعداد كالعادة من الكابيتانو خالد بن سيمان. 23-12 يقترب الترجي من حسم الأمور. تعود الكرة من إسماعيل معلة ثم عبودي. إسماعيل معلة أمان اللعلميسي ثم كرة خالد بن سيمان والكرة حمزة نقة يعاود مرة أخرى الترجي. حمزة نقة ضربة قوية. حمزة الأسمراني منه دفاع النجم في الوضعية الأخيرة يعاني. الشماريخ في قاتل المرحوم محمد الزباوي احتفالا واحتفاء بالترجي التونسي ب3 نقاط جديدة ومتجددة في بطولة كرة الطائرة في السوبر بلاي اوف. ترجع كرة ترجية ونقطة أخرى من أحمد القاضي يحسمها وينهيها. 25-13 3 أشواط مقابل شوط لفريق الترجي. دقيقة انتصار الجدارة الشطارة للترجي. 25-18 25-16 و25-13 الشوط الرابع. الشوط الثالث كان فريق النجم 25-22 تقريبا منطقيا. فريق الترجي التونسي نقول منطقيا الترجي التونسي هو الأقرب للاحتفاظ بلقب البطولة الوطنية للاحتفاظ بلقب البطولة الوطنية في خزينه للعام السادس على التوالي. مش بالطريقة هذه تحسن كرة الطائرة التونسية. راهو عيب اللي قاعد يصير. عيب اللي قاعد يصير. تدخل قوات الأمن في هذه اللحظات لإخراج جماهير الترجي من الصالة من القاعة. مشاهد مؤسفة مشاهد مؤسفة. ما تمنيناش انه نوصلوا للشيء هذايا. يعني اناث ذكور الناس الكل جات تتفرج هنا في لعبة كرة الطائرة. حبينا ماتش للجو تفرج العباد في شهر رمضان. لكن الحقيقة هذه النهاية مؤسفة. الحقيقة ما حبيناش نشوفها بالطريقة هذه.